بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان هر لدرجة درس كان من وانا كان من الميسر في أصول التفسير، بعض أصول التفسير دكاتن أمر دقينا مصدري تسارم كمصدري يكم القرآن الكريم، دوم يعني السنة النبوية، سيم يعني أقوال السلف، تسارم يعني اللغة العربية. أولا تعريف تفسير القرآن باللغة، ما بس المراد بتفسير القرآن باللغة بيان معاني القرآن الكريم، يعني أويكاتو دي معناي كلمات القرآن بيروز دكي بلام بمدلول مفرداته، يعني بمعناي شو مدلول بمعناي معناه ده بمعناي مفردات كان، يعني كلمات كان وشكان وتراكيبه جاء كلمات دقال يقدر عند تركيبية جملة يدرس كرد بهماشي بلام تسون في اللغة العربية بزماني عربية. كاتف القرآن نزل بلغة العربي، القرآن بزماني عربي دا بس يو كزنابتان هموتان إن أنزلناه وكباسي القرآن دكا خواي پروردگار بلسان عربي مبين. نزل بلغة العربي ليفهموه أولا تاوكو تيبغن ثم يبلغوه للناس باشن غير أو كسي كتبليغ خلق دكا دبي سرطا خوي تيبغا إنزا تبليغ بقيني تخل شيتر. ولما كان نازلا بهذه اللغة الشريفة كبزماني عربي دابزيوا التي اختارها الله واصطفاها من بين اللغات كبروردگار أو لغيها بجاردوا لأنه لغات تري مروفا كانت من المصادر اللازمة لمن أراد أن يفهم القرآن. وبوه دبيتا مصدر شي لازم بيويست هر كسي قربيوه لقرآن تيبقى، هر كسي لقرآن تيبقى دبي سرطا خوي في زماني عربي بكاتن إنزا تيدقاتن أقرنا دبي جويبستي كسان يقبي كواشارزان هبي لوان وربقريتين. دوام شد كدمانيو بازكن وجه اعتبار اللغة مصدرا للتفسير. بابزان لتسور زماني عربي دبيت مصدر وتفسير يكمن أن دلالة الكلمة في اللغة يعرف بها التفسير. معنى كلمات كان زماني عربي يعرف بها التفسير، يعني بهوي أوان أما تفسير كيد زين بخوي شيء تفسير شبه معناه دي ما معناه يعني رونك النواه ويتأثر بها المعنى كارجريد دبيت بهوي معناه كي كواتف الجهل بدلالة الكلمة أجر معنى كلمة كمان نزاني أو تفسيرها، يعني تفسيرها كمان نزاني بغير ما عرف عن العربي أو كالعرب ونقل كلاب وما تفرمي مدعات للخطأ سرد تشيشي بو حلالتي في فهم كلام الله، يعني بحلال لكلام خواهي پروردگار تيدگين بو يقر سيرش قيل نبيني كسانك لكاتي تفسير القرآن دبيني توشي هندك حلال دابن هوكاري سيرتشي دبيني نشار زايان لزماني عربية، شعر زايان نية لمسألة تراكيب، لمسألة مفردات، لمسألة أساليب لغة العربية أسلوب كان كزور زور جرينجا دبي شعر زايان شي طاوي هبيتن. دوام الشد برزان اللغة سد منيع يحول دون حمل الألفاظ القرآن العربي على المصطلحات والرموز الخاصة. زماني عربي دبيتا بربستي الريجر ورل دقري كواتو هربستي أو كلمانا معناها بودابني وأو معناها كبرن ألفاظ كان ألفاظ زماني عربية ألفاظ القرآن كبزماني عربية أتوبي بمصطلحاتك داني بالرموز كخلق نزاني تشا، يعني بريو همو أعماجي خاصا أو مصطلحات تايبة اشتواها نية كالموجود عند الصوفية أو الباطنية أو غيرهم. هروكو للي هندق للصوفية كان ضلين هندق كلمات يتناخوان دزان كسيتر نازاني، يعني هندق في رقي باطني ما هي بهماشد دين هندق كلمات هي تنها ضلين أوانا معناي باطني هي خلشي ترنازان، يعني غيري أو دو فرقية كباسمان كرد. فإن من أسباب بطلان هذه التفسير أنها مما لا تعرف العرب من كلامها. يقلو هو كارانيكا أو زور تفسيري أو أنا كرديانا أو مانا أنا كحلن باطلا أو هيك عرب أشتاني نناسيوا بويا القرآن بزماني عربي دابزي بويا دبي مدلولا كانش همان أو مدلولا نبيتن
أو وضع بك عرب بويدانوا لسري داندرا ولا معجمات ولا قواميس كان هاتون. سيم شد لمسألة لغة كمصدر لمصادر تفسير برزان حجية تفسير القرآن باللغة باب زين تفسير كردني القرآن بزمان عربي حجة كيتشيها. لم يقع خلاف بين العلماء في وجوب الرجوع إلى لغة العربي زانيان رابطوني جوازيان نية لسروي كوا واجب بقرين بوسي بزمان عربي وبرجج لسر أما. ومما يدل على ذلك أولا ما ورد من نصوص القرآن من كونه نزل بلسان عربي مبين. مثلا آيات ما كلا قرآن هاتوا ضلتن كقرآن بزمان عربي داب الزيوا كوكتاز آيات إخوان معنا. ومن ثم فلا بد من الرجوع كواتد بإما بقرين بوسي إلى لغتهم بزمان عربي بوتسي بقرينوا لفهم هذا الكتاب والقرآن تبقي بويا تيجيشتن ما القرآن دبي بقرينوا بو فيربون زمان عربي أو بلقية كم لبروي آياتش من هيك القرآن بزمان عربي داب الزيوا. دوميا أن الإجماع قد وقع على ذلك كود انجزانا يعني روي داوا لسر أويك وحجية شيء أو إجماعي نقل كردوا وقد حكاه صاحب كتاب المباني في نظم المعاني. صاحب كتاب المباني في نظم معاني أو إجماعي بو إما نقل كردوا وكبلغي إجماع سيم شد لسر حجية تفسير القرآن بلغة برزان دلالة العقل على ذلك عقلش بلغي لسر أما لأنه لا يجوز أن تحمل لفظة في لغة على معنى لفظة في لغة أخرى تناكريت كلمة كبزماني عربية معناها شي بودابني بغير زماني عربي إلا بدليل المغرب بلغتها بيتن أدي أوي كان نقل ذكر سبارات معرب تسيدة من هذه الكلمات معناها ضلين أنا لا أصل دا عربية تعريب كراوة أو كبيدة قلت لي المعرب أدي أوي كان نقل ذكر لوانا فإنه يتعلق بأسماء أشخاص وأماكن يعني هو تايبت من دا بناوي تنشوينك يعني كسكان سابون منا إبراهيم إسحاق أو أنا درن أو أنا لا أصل دا أو أنا لفظي عربي نين يعني هندك شوين هي كواباس كراوة وليس متعلقا بمعاني الألفاظ ودلالتها أو بيوان دارنية بمعنى ألفاظ ودلالتها كان كم معنى كان ودلالتها كان أو هرهمي بزماني عربي وديارة شيء معربش بريزان زانان باسيان كردوه هندك درن هيت كلمة غير عربي لنا قرآن دارنية طالما هندي كان دلنا نخي مثلا كلمة من هي كمعربة ضلن الرأي الراجح حويها برلوي القرآن ده بزي عرب أو زورة كلماني بكاره وما ناشي بيداوا كاتب بو بعربي بو القرآن كاتي كدا بزيوا أم كلماتاني بكاره سارم بابتك لمسألة اللغة كمصدرك المصدر تفسير بابين باس لتسبكين مراحل التفسير باللغة قناغ كان تفسير كرديني قرآن بيروز بزباني عربي. التفسير باللغة مر بثلاث مراحل بس هي قناغ تيبريوا يكم يعني عند السلف كدرين عند السلف يعني أوسي قرني يكم ثم عند أهل العربية زاناني زماني عربي ثم بعد التدوين كتب اللغة فاشا كتب اللغة تدوين كراو نسراوة. المرحلة الأولى التفسير باللغة عند السلف في طبقاتهم الثلاث تفسير كردني قرآن بيروز بزماني عربي للاي السلف لهرسي طبقك صحابة وتابعوا وأتباع التابعين كان التفسير باللغة أغلب تفسير السلفي زوربي تفسير السلف بهرب زماني عربي بل زماني خوان وكان ذلك قبل بروز علماء العربية برلوي كبرنزانيان عربي وكو مصالحي كبكاردة سرها البداتن واعتناهم بتدوين اللغة وقريجدانيان بنو سينوي زماني عربي لذا فالحاجة للرجوع إلى تفسيراتهم اللغوية أصل مقدم قرانا بو أو تفسيراني كسلف كردويتي بزمان عربي ككراوا أو أصلك بيش دخري على الرجوع إلى أقوال أهل اللغة يعني أو تفسير لغوي كسلف كردويتي بيش دخري لسر أو تفسيري كأهل اللغة كردويانا والصحابة على وجه الخصوص بتايبة مندي من أهل اللسان الذي نزل به القرآن بزماني وان دا بزيوا وتفسيرهم بلسانهم تفسير كردني القرآن بزماني خوان كزماني عربية معتبر غير معترض يعني اعتباري بو دكريو كسج ناطاني بلب يعني اعتراضي لي بقريتن من جهة اللغة الروي لغوي
وأما التابعون فكان فيهم من هو عربي محض. تابعينش أو كقتابي الصحابة بون رزاي خوال هموان بيتن أو هنش عربية محض بون، وهو في اللسان كالصحابة، وكو صحابة زماني عربي زماني درستي وباشان زانيوا. بلام وكان فيه من هو من الموالي، بلام لناو تابعينيان كساني كبونا بيان دا قتران موالي غير عرب بون كمسلمان ببونو هادبون ناو دين الإسلام. تفرمي وهؤلاء ممن تعلم العربية من مخاطبات الصحابة. أو أنا تشون في العربيين باشا كمخاطبة قسيانا كصحابي بريس كردوا الذين علموهم كتابعين كان ينفير كردوا يقلوا أنا عكرمة كن يكي أبو عبد الله عكرمة كوري عبد الله البربري المدني من أهل مغرب، خلش لا مغرب ولا أصل دا، مولى ابن عباس كوابرن بندي ابن عباس بوا، فقد كان من بربر خلش بربر من منطقة الجزائر ومغرب، لكن لم يؤثر في تفسيره أو عجمي خوي أو كوا عجمة بين غير عربيان بربرية كاري قال لسر تفسيره كي نبو يعني لغة عربي دروستي طاوي فصيحي زانيوة ولا تفسير غيره كاري قال تفسير غيري خوش نبو بلين ولا كاكا أو كسانا غير عرب كاري قريت لسر تفسيره تفسير غير خوان كردوا كمان ما هو مخالف للعربية يعني بون من أو تفسير كربيتن أو تفسير مخالف به لغير أصل زماني عربية. ومن زعم ذلك في بعض الأمثلة أدي جاروا هندك كساني كان ضرين كاكا ولا أو دبيني هندك تفسيرات يعني كردوا أو جاوازة لغير زماني عربي ضلين كاكا فإنه يرد عليه نخل أو قصار ردك لتوا بأن إدراك هذا المباشر للغة العربية أعلى من إدراك من أخذها من الكتب أو كمباشر زماني عربي فيربوا أويان برسولويا كوالا كتبا وري قرتوا بوي. وكذا كان الحال في تفسير أتباع التابعين جيل دواي أوانش، فإنه ما يزالون يعيشون في عصر لسه دم يقدجين أوانش الاحتجاج باللغة يعني لغة بتاوي كذكرت بحجة إلا صغارهم أوانيك لتمنى كتربون وأقل أحوالهم أديك باشا شون تعامل لقر صغار كان ذكرت لتمنى أتباع التابعين لصغار كان تقريبا أوانا دكيونا دواي دوسات كان دوسات بيست أو هجري بلام وأقل أحوالهم أن يكونوا تفرمين نقلة للغة أوانا زيادة النقل لغان كدو يعني بخوان تفسيريا نكردو زيادة الناقل لغان وتفسيريا بو لغي كنقليا كردوانا. وبالجملة بمختصر بريزان فإن ما ينقل عنهم من التفسير أو كليا النقل ذلك سبارت بالتفسير المعتمد على اللغة كاعتماد اللغة يعني تفسير القرآن بلغة تفرمي حجة من جهة اللغة لروي لغوية حجة ودكريتا بلغة أو قناغية كمبو. المرحلة الثانية التفسير اللغوي عند علماء العربية تفسير القرآن بلام باللغة عربي للاي علماء عربي تسكاتك وقت التدوين اللغتي يعني وقت التدوين اللغوي كاتك اللغة نسراوة. ظهر الاهتمام بجمع الكلام العربي وتدوينه في النصف الثاني من القرن الثاني أو قرين جدانا باكو كرنوي زماني عربي تسكاتك وتدوين كرنوي نسينوي وكو برين تصنيفي مستقل سر بخو لقرن دوم لما راسي قرن دوم سري هالدا. وأول مدون يكم كتابش كنسرابته لمبوارا ظهر مرتبا على الحروف ببي حروف كان زماني عربي ألف باء تاء ثاء حروف هجائي كوان دان دراوش كتابي العين يتشابو المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي كبخوي صالي سطو حفتاو بينز وفاتي كرديا كدكريت لأتباع التابعين بيتن يعني تشكيلة سردمي تابعين يكان بيتن كسيد كان يكم كتابي كمكتابة معجمية لو كتابة قسيري كان وقد ظهر فيه بيان كثير من المفردات القرآنية زول مفردي كلمات القرآن هسه معناي كردوا التي يمكن أن تخرج في كتاب مستقل ذكره كتابية خوين بالات ماستر دكتوراه أو كتابة بينتن أو كلمات كان يعني بون من ناوي لبنتن غريب القرآن في كتاب العين لو أنا نسرع بيش توا بس بوكو بيش نيارك ذكرتن بتسيتن أو كلماتان كلا قرآن خليل بن أحمد الفراهيدي هستوا معناه لغوي بوكردوا بكرة كتابة مستقل سربخو. وقد توالت بعد هذه المصنفات على هذا النحو
جاب لدواي خليلش زاناي تربم شوازا تصنيفي معجميان كردو نووسیبیانەوە بۆی هەموو کتوبی معاجم ئەگە سەیریان کەی زۆرینەی هەرە زۆریان ئیلا نادر دەبینی کەلیماتەکان کاتێک کە مانا دەکەن بما فيها کەلیماتی قورئانیش دێن باز دەکەن ماناکەشیان لە بەرامبەردا دەنووسن. وكتب بعض علماء العربية من هذه الطبقة كتبا في غريب القرآن ومعاني القرآن لمرحلة دوام كذا كان نيوي قرني دوام هندق لزانان هستان سيان كرد كتبيان نووسیەوە بما فيها لعلم غريب القرآن يعني معاني القرآن. لو أنا بسيار بكرة جوازيان سيا غريب القرآن أويات كلمة كم معناه مدلولة شيء معناه نديته معاني القرآن سيا أو هم وكو كلمات وهم وكو جملة عبارات جملة معناها كيف سيا نمونش بون من معاني القرآن يفرع كصالي 207 هجري وفاتي كذا ومجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى كادو 208 وفاتي كردوها أو كتبان برزان وهي تتضمن جملة كبيرة من التفسير باللغة زور يعني كلمات تيدا كبز تفسير كراو بزماني عربي وصار هؤلاء مرجعا لمن جاء بعدهم من اللغويين والمفسرين. كتب معاني القرآن فراء مجاز القرآن قرآن أبو عبيدة يعني أو بوت مرجعك بوت مصدر تشجرين اللي بو أواني دواي خوان كالروي لغويا مفسرين كانت استفادان اللي كردوها يعني قصير كان يستعمل واحدي لتفسير كي خويا البسيطة وابن عطية لتفسير كي محرر الوجيز بروسيا دكي غيري واني فسير كان زور استفادان لو أنا كردو وكو أماجان بي كردون كاتك وكلمة مدلولي بزمان عربي نسراوا أوان إشاريان بي كردوها. وصارت أقوالهم تحكى مقابل أقوال السلف الذين يعتنون يعني ينعتون بأهل التفسير. أما هندق للسلف معناه كوانا مشهور ك بأهل التفسير بلان بزمان عربي تفسير كلمات كان يكردوا أوانا أو أهل اللغة لمقابل أوان باسيان ذكرتن بينما ينعتون اللغويون بأهل المعاني أو أصحاب المعاني. السلف أقوال السلف أوان بيان دقوتري علماء السلف أوان بيان دقوتري أهل المعاني وأصحاب المعاني بونو نيسا يكتشي فراء دقر أبو عبيدة أوان بيان دقوتري أهل المعاني نا بيان قلت أهل السلف أقد سردمي السلف يجاهون أوانا لا أتباع التابعين. المرحلة الثالثة قناغ السيم مرحلة ما بعد التدوين اللغة دواي تدوين اللغة أو قناغ يشترها تقوري وهذه المرحلة تعتمد على النقل والاستفادة أو بس اعتماد السر قواسنا استفادة كرد مما دونه علماء اللغة المتقدمون أواني بيش إخوان كوانو سيبيان أواني دواتر بس دين نقل إشيان. وهؤلاء النقلة أواني كنقل يعني كردي وقواستي تانوا قد يكونون مما اشتهر بالتفسير لو أنا شيء مشهورة بتفسير وقد يكونون ممن اشتهر بعلم العربية هشا مشهورة بوي كزاناي زماني عربية. وعملوا هؤلاء على النقل أو الاختيار إشي أو أناش كنقل يعني كردو يعني بس اختيار أو كلمان مدولي أو كلمان اختيار كردو لسر مدولي كلمات تر كما هو الحال في تفاسير المتأخرين كالواحدي كباسماك لتفسير البسيطة وابن عطية لمحل وجيز بهماش وغيرهما أقربوا سيريان كان يصابون منا زمخشري كنقل دكاتن بونمنا بغوي زوري تريزان قرطبي أواني كدون هرهميان لوان نقل دكاتن. وكل من جاء بعد الطبقتين أو يكلدوا أو طبقش كطبقين اللغوية كانوا مرحلة تدوين دواي أوان السابقتين يستفيد من هذه النقول اللغوية يعني استفادة لوان دكان كوان تفسير القرآن بزمان عربي كردوا ولا يخرج في اعتمادها في التفسير عن حالين أو كنقل شان كردوا دو حالة مان هي برزان. الأولى حالية كم أن يستفيد منها لترجيح قول على قول دي استفادة لوان دكربو أو قول بيج أو قول دخلتن. دوميان أن يستفيد منها في إضافة قول جديد استفادة زارة دبني أو كلمة ما نيتر سلف بيدا وبلام أو ما نيتر تريد داناوا دكري أو جوار بجري بلام بمرزق وهذا لا يقبل إذا أبطل قول السلفي أو كأوان إضافة يعني كردوا كزيادة هنا يعني لكاتك كقبول دكرين كقول السلف باطل نكاتو يعني بيت ثواني مخالف أو نبي أجر مخالف بي أو كاتي رد دكريته ورنا جيريتن بما فيها طبري رحمة إخواني اللي لجامع البيان اللي هندك شوين دبني ردي معمري كريم مثنى أبو عبيدة داتوا دبني أو تفسيري كردوا
شتێکی تر غەیری سەلەفکە کردویتی بۆیە لە هەندێک شوێن بە ئاشکرا ئاماژەی پێ دەکاتن و ناویشی ناهێنێتەوە دوای ناو نەهێناکایە بۆ ئەوەی کە اعتیباری بۆ دانانێ نازانم بۆ لە تەفسیرەکەی خۆی ئەو کەسێک کە شارەزییان تەفسیری ئەوی بگەڕێنەوە زۆر بە ئاسانی بەرچاوتان دەکەوێت. بابەتێکی تر بەڕێزان لە مەسەلەی تەفسیری قورآن باللغة بابزانی حجیەت و ئەقوال اللغویە في التفسير ئایا ئەهلی اللغة کە قورآنیان تەفسیر کردووە بابزان بەڵگەکانیان دەبێتە حجة يعني تفسيرەکان دەبێتە حجەیان نا. يمكن تقسيم الأقوال اللغوية في بيان المفردات القرآنية باعتبار حجيتها إلى الآتي. أويك أهل اللغة معناي كلمات قرآنية كردوا بويك قول كان ببيت حجة دوشتها سيشتها برزان ببورن يكم أن يتوافق قولهم مع أقوال الصحابة والتابعين وهذا كثير. أويك أوان كرديانا تفسير قرآنيا بزمان عربي كردوا موافقة لقول السلف أو كزوريني أو هايا أو حالتك دوميان أن يكون تفسيرهم اللغوي مبطلا لتفسير السلفي اللغوي وهذا قليل جدا. دبين تفسير القرآن يعني كردية بزمان عربي لغوية بلام مبطل تفسير السلفي يعني تفسير السلف هرد وشينتو يعني بيت سواني أو كم رويدايا أو حالتي دوما وتفسيرهم هذا لا يقبل أو زوريان قبولنا يعني تفسير أهل اللغة ببيج تفسيري سلفنا كوي أجر هاتو وشوينكش يعني اعتبارك بس لغويش بيتن. سيم برزان أن يكون في تفسيرهم اللغوي إضافة من قبيل التنوع. عندك كلمات هذا بنيت سنزور تفسيري بكرة برام أو تزور تفسيرك بكرة تفسيري متنوعة يعني هليك وتزوري كان باس كردوا أوشيان تجير رناداتن وهذا إذا كانت الآية تحتمله أقرأت آياتك احتمال ذكر يعني أو ما نيك أو احتمال أي ذكاتن أو حكم تدا ببرزان فإنه يصح تفسير اللفظ القرآن به ذكري أو تفسيري بيمكن لبر أوي احتمالات سارم حالات برزان كوسار زوري أبو أن يرد عنهم المعنى اللغوي أن يرد عنهم المعنى اللغوي ده من معناته اللغوي لوان نقل كراوة هاتوا ولا يكون واردا عن مفسر السلف يعني السلف عنها هاتوا وهذا محله القبول أوش قبول ذكرتن أوش قبول ذكر لبرتسي لأنهم أهل التخصص في هذا المقام لبر أوي أوان أهل التخصص سبارت بلغتها زاليرا أجر كرتي كينوا يكميان أوي كوا موافقة لجر قولي صحابة وتابعين كزوريني أو هايا أو حجيا دوميان أوي كوا بيت سواني قولي سلفها أويان كوا ردد لتوكا أو زورشان كما زورنيها سيميان دبين إضافية كان هناوا كلماتكش احتمالي أو إضافة دكات أوش درست وقبول ذكره سارميان أوان شتيتش نويان هنا والسلف صحابة وتابع رضا ورحمة إخوان لبي باسيان نكردوا أوش يعني بهماشت قبول ذكر لبرواني أهل تخصص لوارين ششم بابتك بمعنى إلى تفسير القرآن بلغة مجالات الاستفادة المفسري من اللغة بابزان المفسر لتسروي كاستفادة إلى تفسير القرآن للغة دكا تفرمي الاستفادة من اللغة في كتب التفسير أوسع من الاستفادة منها في تفسير السلفي استفادة كردني يعني للغة لكتب التفسير أو فراوانتر لوي كوا للسلفي الصالحة هاتوا لبروي السلف دبيني زور شويني تر يعني أوي كبواري خوتان قسيان لسر كردوها بلام أهل اللغة لبر أوي قرآن بزماني عربية دكري لهمو كلماتك ولهمو عباراتك وجملك ونظمك قسيان لسر بكري بوي إيوان مجالكيان فراوانتره حيث كان تفسير السلف مقتصرا على بيان معاني الألفاظ دون ما زاد على ذلك من ذكر لطائف هذه اللغة. السلف هردستان أو كلمة معناه أوي طواو بلام أهلي معاني يعني أهلي غريب أو أنا كأهلي لغان أو أنا دبينشتي زياتريان باسكروا لطائف زماني عربي أو غير ذلك مما زاده يعني غيري أو أناش كوال دواي أو أنا كمتأخرين كان هاتون يعني بون من أساسيات كان إعراب القرآن إخو السلف أو تفاصيل باز نكردوا بلام أوان دي كسير ده كان أو كلمة قرهاتو كان وجهة إعرابية لهر وجهة إعرابي معناها تايبت مندي خوي دبيتن يعني مثلا قراءات قرآنية هر قراءاتك كوازوريني هر زوري قراءات لبروي التوسيعي معنى زياتر دكات مدلول زياتر دبيتن
أهل اللغة زيادة دبين لو بوارە خزمەتیان کردووە بۆیە دەبینی کتوبی مەعاجمەکان ئەگە سیر دەکەی ئەغلب یار قراءاتی قورآانی تێدا هەیە لەبەرەوەی مەدلولەکەی زیاتر دەداتن ئەگەرچی لە هەندێک قراءاتمان هەیە بەس لۆغەیە یعنی مەدلولی جیاواز نییە. حفتم بابەت و کۆتایی لە مەسەلەی تفسير القرآن باللغة بابزان من المؤلفات في تفسير القرآن باللغة بابزان أو كتبانة سين كوا تفسير القرآن باللغة كردوا وأبرز المعتنين به وجرينترين لو مفسرين كوا جرينجان بيدا وتشن لا يخلو تفسير مفسر من الاعتماد على اللغة العربية برزان هيس تفسيري جنية اعتمادي لسر زماني عربي نكربيتن أو على الإطلاق بلان قضية كان نسبيها. لذا نذكر بعض هندجان بازدكين أبرز المعتنين باللغة العربية كزور جرينجان بزماني عربي دايا باللغة العربي في بيان القرآن على سبيل المثال للحصر واش بون منا نك حصري بريهم من استقراب ما نكر بهم باز بكين لبروي مكانك شوين يوانيا بتفصيل باز كين يقولوا أنا ابن عباس رضي الله رحمة خالي بزور تفسيرات كان يبرو أجر سير كيلا كتبي تفسيري وكطبري وغير طبري ابن أبي حاتم كلا نقل كردوا دبني كلمة تفسيرها كان بدل يشيلوا غوي بداوا مجاهد كوري جبر كقطابي خويتي عبد الرحمن كوري زيد أوش كتابعية عبد الرحمن كوري زيد أو أتباع التابعين زيد كوري أسلم أو باوشي أو تابعين فراء أو كتازباس ماكر الصاحبي مع القرآن أبو عبيدة خاوني مجاز القرآن طبري لتفسير كي خويدا راغب الأصفهاني لمفردات ألفاظ القرآن بروق السيري كي للزور به هرشوين كان كوا باس كراوا وهروها لدواي أوانش برزان دبيني مفردات واحدي لتفسير كي خويت كواحدي هرسي تفسيرها وجيز وسيط بسيطه وسيطكش كباسي لغي زور تدادكاتن وبالتايبة لبسيطة آخر زار كبرين تحقيق كراوة لأن كومالك لكتابياني خويني بالا اگر سير دكي وازم 25 مجلد اگر غلط نبم سير دكي ما شاء الله مسائل لغوي يكزار زوري تدا هي هروها الطاهر بن عاشور خاوني التحرير والتنوير ككتبه شي دطوانين برين لصالح 1693 وفاتي كده بمعاصر دادن ريتن يعني ما شاء الله اللي بيتن لمسألة لغة لمسألة بلاغة لزور بواريتر يعني منهجية شي دطوانين برين جواز اگرواني تشير لهندك مسائل كوا جرينجي شي زور بالبلاني لغة داو كبهمان شد استفادة لكراوا أو سبارت بقناغي يعني مصدري سيم المبحث الخامس الإسرائيليات لو أنا نطواني لو درسيت باز بكين لو ريبش ما ناكاتن إن شاء الله وبدرسي دهاتو ديري نوا بإذن خواهي جورا أو مصدرش باز دكين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.